السلام عليكم. اليوم راح نلعب لعبة أحلام العصر. صلي على النبي ولا تنسى الدعاء لإخواننا في فلسطين والسودان. لايك واشتراك وبس، خليكم مع الفيديو. مرحبا بكم في لعبة أحلام العصر. اختر الطور، طور الرحمة. اختر الفصل. مرحبا بك في قصة الرحمة. هدفك هو الفوز، وعندما ستفوز ستحصل على نجمة نحاسية. لقد كنت راجعا إلى منزلك من المدرسة على سكوتر كهربائي، ولكن فجأة لقد قمت بالمرور فوق حجر كبير، وانكسرت عجلة السكوتر وتدحرجت نحو الغابة. ذهبت لجلب العجلة، وفجأة ظهر أمامك غوريلا. 1 عاركه، 2 أهرب. لقد هربت بأقصى سرعة وتعمقت في الغابة، وبقيت تتمشى. لكن بعد قليل رأيت منزلا غريبا. 1 ادخل إليه، 2 أهرب. لقد قررت الدخول لذلك المنزل لأنه الحافوزليق. الحافوزليق يرحب بك. يجب عليك النجاة. الشروط: 1 احترم الحافوزليق. 2 احذر الحافوزليق بعد منتصف الليل. 3 لا تتكلموا عن الديموغرافيين لأن الحافوزليق يكرههم. الحافوزليق جائع. 1 اعطه عظمة. 2 الحافوزليق سعيد. الحافوزليق يأكل كل شيء. الحافوزليق يشعر بالرحمة. 1 دلك النحاس. 2 أهجم عليه. 3 أخبره أنك تشعر بالنوم. أخبرك الحافوزليق أنه أيضا يشعر بالنوم. ذهب الحافوزليق للنوم ونبهك أن لا تدخل لغرفة الرحمة. 1 لقد دخلت لغرفة الرحمة. ما هذا المخلوق؟ إنه العاعوط. أخبرك العاعوط أن الحافوزليق قام بسجنه في هذه الغرفة لمدة 20,000 سنة ضوئية، وطلب منك العاعوط المساعدة. 1 لقد هربتم من منزل الحافوزليق. أخبرك العاعوط أن تجد خطة للاختباء. لقد جاء الحافوزليق وهو غاضب جدا. 1 أهجم علي. العاعوط ضحى بنفسه وطلب منك الهرب. لقد هربت وظل. إنه لقد وصلت إلى نهاية الفصل الأول من قصة الرحمة، وقد فزت بالفصل الأول وحصلت على النجمة النحاسية. إعادة اللعب. مرحبا طور الرحمة. مرحبا. ولكن ذهبت لجلب العجلة. لقد هرب وبقيت. لقد إنه الشروط. الحافوزليق يشعر أخبرك ذهب الحافوز. لقد ذهبت. وفي الصباح إنه البنزيموزليق. قام البنزيموزليق بدعوتك أنت والحافوزليق لمباراة كرة قدم. 1 وافق. لقد ذهبتم للملعب، وجاء أيضا الحنكليس ضد 2. أنت والحنكليس ضد الحافوزليق والبنزيموزليق. بدأت المباراة، وقام الحنكليس بتمرير الكرة لك. قم بالتسديد. قم بالمراوغة. لقد قمت بمراوغة الحافوزليق بسهولة. الحنكليس أمامك ويطلب منك الكرة. 1 قم برفع. لقد قمت برفع الكرة بطريقة رحماوية للحنكليس. قفز الحنكليس وقام بنطح الكرة بضربة رأسية جميلة، وسجل الحنكليس في طيبة قلب البنزيموزليق والحافوزليق. وفزت أنت والحنكليس بالمباراة. مرحبا بكم في لعبة أحلام العصر. طور الرحمة. اختر مرحبا بك. ضحى العاعوط بنفسه. أحسست بشخص يتنفس وراءك. إنه الحنكليس. قبض الحنكليس على كتفك بقوة وقال: تبغى تشوف الجمل أبو رسين؟ رد. لقد رديت عليه تبغاني أراويك الأرنب المغرز؟
ضحك الحنكليس وسألك: هل تريد المساعدة؟ نعم. لا. خريطة ترشدك عند العصفور اندبندن. اذهب عند الاندبندن بعد المشي في الصحراء لساعات. بسنديو بسبات بسبو إلى دنو. وصلت أخيرا لعش العصفور اندبندن. عرف ندبندن أنك من طرف الحنكليس وسألك: ماذا تريد؟ أخبرته أنك تريد إنقاذ العاعوط من سجن الحافظليق وتهريبه من الغابة. وتفهم ندبندن وضعك وأعطاك درع لحماية طيبة قلبك منه. قررت الذهاب لمنزل الحافظليق وتحرير العاعوط قبل أن يفوت الأوان ويتحول الحافظليق لطور الرحمة الكونية. لقد ذهبت لمنزل الحافظليق ودخلت للداخل. اذهب لغرفة الرحمة. اذهب، العاعوط بخير. شكرك العاعوط على إنقاذه للمرة الثانية، وأخبرك أنه متعب، وأخبرك أيضا أن الحافظليق سيتحول لطور الرحمة الكونية بعد نصف ساعة. لقد فات الآوان. It's too late. قفزتم من النافذة وهربتم نحو الغابة. لقد تعمقتم في الغابة قليلا. هل تسمع شيئا؟ من هذا؟ إنه الديموغرافي. طلب منكم الديموغرافي الهدوء وتبع أوامره قبل مجيء الحافظليق لأنه لا يوجد وقت للشرح. نفذ كلام الديموغرافي. البنزيموزليق، الحنكليس، الاندبندن، ماذا يفعلون هنا؟ شرح لك الديموغرافي أن هؤلاء هم الناجين الوحيدين في كوكب الرحمة لأن الحافظليق أكل كل شيء. من باب الفضول سألت البنزيموزليق: لماذا اسمه يشبه اسم الحافظليق؟ وهل بينهم قرابة؟ انزعج البنزيموزليق من سؤالك وطلب منك تغيير الموضوع. غير الموضوع. الإصرار على سؤاله. غضب البنزيموزليق عليك وسجل هاتريك في طيبة قلبك. أخبركم الديموغرافي أن هذا المخبأ لن يصمد طويلا لأن حافظليق طور الرحمة الكونية ذكي جدا، وأن هناك شخص وحيد قادر على إيقافه، وهذا الشخص هو. لقد وصلت إلى نهاية الفصل الثاني من قصة الرحمة، ويمكنك أيضا الحصول على مكافأة. شاهد إعلان لتحصيل المكافأة: إعادة اللعب. مرحبا بكم في لعب طور الرحمة. مرحبا بك في الجزء الثالث من قصة الرحمة. الحافظليق تحول لطور الرحمة الكونية وهو قادم نحوكم. وأخبرك الديموغرافي أن الشخص الوحيد القادر على إيقاف الحافظليق هو الشخص الوحيد القادر على إيقاف الحافظليق هو برايم فهد. 2018. الرحمة. وحسب كلام الديموغرافي لا يمكن إيقاف الرحمة إلا بالرحمة. وأعطاك الديموغرافي خريطة ترشدك عند الولوال لكي تدخل في كبسولة الزمن وتقوم بجلب برايم فهد من سنة 2018 إلى الزمن الحالي. طلب منك الديموغرافي الانصراف وتنفيذ المهمة لأنه يريد تصفية الذهن. وأعطاك الديموغرافي أيضا قطعة نحاس. بعد المشي لساعات وصلت لكهف الولوال. الدخول دون سابق إنذار. أطرق الباب باحترام. عرف الولوال أنك من طرف ديموغرافي لاستعمال كبسولة الزمن وسمح لك بالدخول. إنها كبسولة الزمن. أدخل داخل الكبسولة. لقد وصلت لسنة 2018 وأنت داخل أحد المنازل. إنه برايم فهد. الرحمة. 2018. برايم فهد منزعج. سألك ماذا تريد؟ لقد أخبرت برايم فهد بما فعله الحافظليق وأنه الوحيد القادر على إيقافه. أطلب منه أن يأتي معك. وافق برايم فهد ورجعتم لكبسولة الزمن للعودة ودخلتم إليها وانطلقتم. ولكن عندما كانت تنقلكم كبسولة الزمن حدث خطأ وانفجرت الكبسولة.
وانتهى بكم الوضع في مكان خالي في كوكب غريب. ظهر الحافظليق أمامكم فجأة، وقرر برايم فهد أن يقاتله. شكرك برايم فهد على مساعدته، وطلب منك الرحيل قبل أن يبدأ القتال. استعمل قطعة النحاس وأهرب. لقد تناولت قطعة النحاس وحصلت على طاقة مؤقتة. استعمل الطاقة. لقد قمت بالهروب بسرعة قصوى وقررت العودة لكوكب الأرض. وبعد وصولك سمعت اصطدام قوي. يبدو أن الحافظليق وبرايم فهد بدأوا في القتال. لقد وصلت إلى نهاية الفصل الثالث من قصة الرحمة، وقد فزت بالفصل الثالث وحصلت على النجمة النحاسية. ويمكنك أيضاً الحصول على مكافأة. شاهد إعلان لتحصيل المكافأة. إعادة اللعب. مرحباً بكم في طور الشخصيات. أنت هو السكرتح. كنت تستعد لسباقك ضد الحنكليس. السباق سيكون بين كوكب المريخ وكوكب الطنكزطوط. سيقوم الحصصمكة بتصفير صافرة البداية، لكن قبل البداية أعطاك الحنكليس حساء كنوع من الروح الرياضية. اشرب الحساء. لقد رميت الحساء في الأرض، وصفر الحصمكة بداية السباق انطلق. لقد قفزت بسرعة. لقد تركت الحنكليس. الحنكليس استعمل مروحة الشارب ليكسب السرعة وهو قادم. لقد قمت بضرب الحنكليس وإبعاده، وخسر الحنكليس سرعة كبيرة. كوكب الطنكزطوط أمامك، لكن هناك نيزك عملاق. لقد قمت بتدمير. وصلت لخط النهاية. رحب بك ملك الكوكب. إنه الطنكزطوط، والكوكب مسمى على اسمه، ولقد قام بتهنئتك لفوزك وأعطاك جائزة أسرع مخلوق بالكون في سباق المسافات الطويلة. ورجعت لكوكبك، وهناك عملوا لك استقبال تاريخي لأنك بطل السرعة الكونية. وقمت بالاحتفال بالنصر مع صديقك الجعبوق، وحصلت على مكافأة. شاهد إعلان لتحصيل المكافأة. مرحباً بكم في لعبة أحلام العصر. طور الشخصي. أنت هو العصفور أند باندن. لقد كنت تطير فوق أحد المدن، وفجأة سمعت زلزالاً قوياً تحت الأرض. اذهب تفقد الأمر. لقد نزلت للأرض، لكن كيف ستنزل تحت الأرض؟ قم باستدعاء بدلتك الحديدية. ادخل في المجاري. لقد قمت بالحفر تحت الأرض وتوجهت نحو مركز الزلزال، لكنك أصبحت. جاء الولوال وقام بإنقاذك. لقد وصلتم لكهف تحت الأرض. لقد سمعتم الفئران يتكلمون. لقد شعر الولوال بالغضب ويريد. هجمت أنت والولوال عليهم. لقد أصيب الولوال بالليزر. لقد أخذت الولوال يبدو أن الفئران قاموا الفئران يقومون بنفذ الليزر على المدينة. لقد تجمع أقوى، ويبدو أن الولوال تشافى وجاء من المستشفى ليساعد. أخبرك أبو حسيبة أنهم لن يستطيعوا إنهاء الفئران لوحدهم، ويحتاجون طريقة لإيقافهم. لقد أخبرته أن الطريقة الوحيدة لإيقافهم هي تحويل القمر إلى قطعة من الجبنة. استغرب الجميع من كلامك ويظنون أنك أبله، وأخبروك أن تفعل ما تريد. قم باختراع ليزر أصفر. لقد وجدت بعض المعدات وقمت باختراع جهاز يطلق ليزر أصفر. قم بالإطلاق على الفئران. قم بالإطلاق على القمر. لقد أطلقت الليزر على القمر. تحول القمر إلى جبنة، وسقط القمر في المدينة أمامكم. يبدو أن الفئران يشمون رائحة الجبنة، وقاموا بتناول الجبنة كلها. ولأن قمر الجبنة كان كبير، أصبحوا سمينين من تناول كل تلك الجبنة. وقمت أنت وأصدقاؤك بالقضاء عليهم بسهولة وإرسالهم إلى الفضاء الخارجي. لقد شكرتهم على مساعدتك جميعاً، وقمتم بالدفاع عن شرف كوكب الأرض بنجاح، وحصلت على مكافأة.
شهد إعلان لتحصيل المكافأة: إعادة اللعب. مرحبا بكم في لعبة أحلام العصر، طور أحلام العصر، اختر الفصل. مرحبا بك في قصة الرحمة. هدفك هو الفوز، وعندما ستفوز ستحصل على نجمة نحاسية. التاريخ حاليا هو 3000 ميلادي في المستقبل، وأنت حاليا جالس في منزلك. كنت تلعب لعبة على حاسوبك، لكن فجأة انقطعت الكهرباء. لكن هذا شيء عادي يحدث كل يوم. قررت الخروج من المنزل والذهاب للمتجر، لكن فجأة رأيت رجلا سقط على الأرض وهو يصرخ: اذهب ساعده، اتصل بالإسعاف. لقد اقتربت منه، وكانت المفاجأة: هناك مخلوق غريب التصق بعنقه. اقتلع المخلوق من عنقه. قررت أن تقوم باقتلاعه. إنه الزبندق. آوي. أخبرك الزبندق أنه جاء من كوكب زابيرون من مجرة بعيدة، ولكن سكان الكوكب قاموا بتدمير بيئتهم بسبب الثلوث وبسبب بعض التجارب، وأن الهواء في كوكبهم أصبح ساماً، وأن البحار عندهم تحولت لمستنقعات سامة، وأن كوكب الزبندق قرروا أن يرسلوا فريقاً للأرض، والزبندق هو رئيس البعثة. اسأله لماذا ذلك المخلوق هاجم ذلك الرجل. أخبرك أن ذلك المخلوق هو أيضاً من سكان كوكب زابيرون، وأنه يلتصق بعنق الشخص لكي يقوم بالسيطرة عليه والتحكم فيه. ولكن أخبرك الزبندق أنهم لا يريدون الحرب مع الأرض، لكنهم يريدون النجاة فقط. لقد هجمت على الزبندق وأسقطته أرضاً، وهرب الزبندق، وقمت أيضاً بتدمير المخلوق الملتصق بعنق ذلك الرجل عن طريق تقنية الدوس عليه بالجزمة. وفجأة ظهر أمامك مخلوق عجيب داكن اللون. إنه القط لاري. طلب منك القط لاري أن تتبعه لأنه يريد أن يريك شيئا ما. اتبعه. أرفض وقم بالهجوم عليه. لقد وصلتم إلى مبنى مهجور، وهناك وجدت مخلوقات عجيبة. قام الجنرال بالطيخ بالترحيب بكم، وأخبركم أن هذا الفريق تم تكوينه لإيقاف الزابيرونيون من السيطرة على الأرض. الزبندق وفرقته يقومون بتجميع النحاس في أحد المناجم، لأنهم يحتاجون 20 طناً من النحاس، وذلك لبناء بوابة بين كوكب الأرض وكوكبهم، كوكب زابيرون. وتلك البوابة ستسمح لكل سكان زابيرون بالهجوم على الأرض، وعدد سكانهم 500 مليار فضائي. بدأ الجنرال بالطيخ بإعطائكم الأوامر. اسمح له بإعطاء الأوامر. زعفور العظيم مهمته البحث في الجبال بحثاً عن منجم النحاس. ذهب زعفور لأحد الجبال وقام بهدم الجبل بالكامل بلكمة واحدة بحثاً عن النحاس، لكنه لم يجد أي شيء. زعفور العظيم مخلوق عملاق قادر على اقتلاع جبل بيد واحدة. البطراق مهمته حماية سكان الأرض باستعمال قبة الطاقة العملاقة. البطراق حصان برأس بطة، لديه قدرة على التعاون الهجومي والدفاعي. يمتلك قدرة الدفاع على شكل قبة طاقة تحمي من هجمات الخصم. لكن فجأة أخبركم القط نؤنؤ أنه قام بإيجاد موقع تجمع الفضائيين عن طريق تقنية التتبع. القط نؤنؤ قط أنيق ذو تسريحة شعر شبابية، معدل ذكاء خارق وتخصصه في التكنولوجيا. ذهب الجنرال بطيخ للهجوم وطلب منك أن تتبعه، لكن في الطريق لاحظت شيء ما.
السير. الجنرال بطيخ تمت السيطرة عليه. هناك مخلوق ملتصق بعنقه يتحكم فيه. لقد واجهت الجنرال بطيخ وقام بالاعتراف أنه فضائي، ولكن أخبرك أنه حقا يحاول إيقاف الزبندق، وذلك لأنه ضد فكرة السيطرة على الأرض. قم بتصديقه. لقد وصلتم لموقع الزبندق وفريقه. وفجأة بدأت البوابة تنفتح. جاء المتأقلم وقام باستعمال رأسه لتدمير المولدات. المتأقلم رجل أعمال معدل، جينيا رأسه عبارة عن قلم، لديه قدرة على إيجاد حلول للوضعيات الصعبة، يرتدي لباسا رسمي أنيق. جاء القط لاري بسرعة وأخبرك أنه هو والجنرال بطيخ سيتكلفون بالزبندق وفريقه، وأخبروك أن تجد طريقة لإغلاق البوابة. وبينما الجنرال بطيخ يستعمل أنيابه والقط لاري يهجم باستعمال مخالبه السامة للقضاء على الفضائيين، قررت أن تتجه نحو البوابة. الجنرال بطيخ جنرال حربي، لديه ذهاء حربي، إنيابه حادة، هجومه المفضل هو العض. القط لاري عنده سرعة خارقة ومخالب سامة، عنده قرابة عائلية مع أبو حسيبة. لقد وصلت إلى البوابة التي صارت على وشك الانفجار، ولديك خياران. قم بالتضحية بنفسك لإغلاق البوابة، أهرب من الانفجار. لقد قفزت داخل البوابة واستعملت الجهد الكامل من روحك لإغلاقها. لقد نجحت في إغلاق البوابة وفرح أصدقائك، لكن البوابة ابتلعتك وانفصلت عن العالم واختفيت وسط الضوء. بطاقة الشخصية الأساسية: المهنة بدون عمل، القوة إنسان عادي. بعد اختفائك قاموا بجنازتك، وعاد الجميع إلى حياتهم الطبيعية. بعد شهر كان القط نؤنؤ جالسا في غرفته، وفجأة نؤنؤ يلتقط إشارة غريبة من السماء، وقام نؤنؤ بإخبار الجميع. نؤنؤ، هل رأيتم هذا؟ إنه صوته، إنه الرجل الذي قام بإغلاق البوابة. لقد تمكنت من النجاح، لقد وصلت لنهاية الفصل الأول. مبروك عليك إعادة اللعب. مرحبا بكم في لعبة أحلام العصر. اختر الطور. وبس إلى هنا أكون خلصت الفيديو. أتمنى يكون عجبكم. شكرا على المشاهدة، وبس مع السلامة.